وأيضا المغرب الذي عرض ملفا لاستضافة كأس العالم. السلام عليكم. انهيار وجنون الإعلام الجزائري بعد قرار الفيفا بعدم مشاركة المنتخب المغربي في الأدوار التمهيدية لتصفيات كأس العالم ويصدم الجزائر. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. أصدر رئيس الاتحاد الدولي فيفا إيفانتينو قرارا بعدم مشاركة المنتخب المغربي في الأدوار التمهيدية لتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال 2026 بكندا والولايات المتحدة والمكسيك، بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بمونديال قطر باحتلاله المركز الرابع كأول فريق عربي وإفريقي يصل لهذا الإنجاز التاريخي. وهذا القرار جاء بسبب وصول المنتخب المغربي للمركز 11 في تصنيف الفيفا بين أكبر المنتخبات في العالم، وهذا الذي جن جنون الإعلام الجزائري الذي عبر عن غضبه في الإذاعات الجزائرية. ويبدو أن الإعلام الجزائري لم يستيقظ من الحلم بوصول الجزائر لكأس العالم.